يلا يا باشا، وسع وسع وسع. العدس الترند وصل يا حبيبتي. اظن بقى ده يا جماعه فطار وغدا وكل حاجه. اجمد فطار في المجره الكونيه. مامي البطاطس دي شكلها غريب قوي. هي لا لا لا، دي مش بطاطس، دي ايه دي؟ طيب دي بطاطا. والعدس الترند ده، العدس ده يا جماعه تحفه، فطار غدا عشاء وسهل جدا جدا. بسم الله، يجنن يجنن يجنن. هاتي حضرتك، هاتي شوكتك ولا هاتي معلقتك، خدي دوقي وقولي لي رايك. سمي الله كده يلا. ايه ده؟ شفتي؟ طعمه مش عدس. امال طعمه ايه؟ مش عارفه. دوقي بقى الكلام ده وقولي لي ايه رايك. يا ده انت هتاخديه كله. ده ايه يا جماعه، دي مش بتاخد واحده، دي بتاخد 10. طب لما تعجبك مش يمكن ما تعجبكيش. تحفه بجد والله. والله تحفه. البطاطا دي كنت مره في مطعم دقتها قلت والله لا اعملها، حلوه قوي، ان شاء الله تعجبكم. الاكل يجنن، عايزاكم تشوفوا كل التفاصيل اللي فيه. اول حاجه يا جماعه، طبعا زي ما انتم عارفين صديقتي الصدوقه المبشره، جبت طماطميتين كبار حلوين كده ورحت بشرت الطماطم، وبعدين جبت فلفل سبايسي على فلفل رومي على فلفل اسكندراني، ومعلش احنا بنحضر كل حاجه جنبنا عشان نبقى جاهزين، وكمان قد نص قرن فلفل احمر كده. وجبت حله على النار وحطيت فيها معلقتين 3 من الزيت، ونزلت بالتش، ايوه هو ده، نزلت ببصلايه متخرطه كده زي ما انتم شايفين، وبعدين خدت نص الكميه بتاعه الفلفل الالوان دي مع الفلفل السبايسي، وقعدت اشوحه كويس جدا جدا، وحطيت لي قد معلقتين كبار من الصلصه، وبرده قعدت اشوح كويس. وبعد كده اول ما ريحه الحاجات الحلوه دي تطلع معاكي على طول، تروحي نازله بالطماطم المبشوره، نشوح كويس جدا كده، ونبتدي نحط التوابل بتاعتنا، ملح وكمون وشطه وشويه بابريكا مدخنه، وتشوحي كويس جدا كده. وبعدين تكوني محضره قد كوبايتين كبار من الميه السخنه، وتكوني ناقعه العدس بقاله ربع ساعه وغسلاه 3-4 مرات، وتنزلي بيه، وتخليكي واخده بالك ان الميه تكون كتير عشان العدس يلاقي ميه يستوي فيها. مفيش يا جماعه ربع ساعه او تلت ساعه تلاقيه استوى. طبعا زي ما انتم شايفين حوالي كوبايه كده من العدس. دلوقتي بقى انا جبت البطاطا، ايوه البطاطا، ايه انا علاقه البطاطا؟ انا هحمر البطاطا بدل ما احمر البطاطس، بس في حاجه، ما بنحمرش البطاطا على طول. احلى طريقه للبطاطا ان حضرتك بعد لما بتخرطيها، بس يا ريت تقسميها على 3 كده، وتخلي كل جزء منها كانها بطاطسايه، وبعدين تبتدي تخرطيه بالطول، وتحاولي بقى ترفعي شويه التخريط بتاعك، وتجيبي ميه على النار تسلقي فيها البطاطا بس 3-4 دقايق وبس. اكتر من كده هتتهري وتتهرس، وهنعملها بطاطا هناكلها حاجه حلوه، لا احنا عايزين نحمرها. هروح مسخنه الزيت عندي وهسيبها بس تبرد شويه علشان ما تتعجنش منك، وبعدين هبتدي ان انا احمرها. دلوقتي بقى بنعمل الطشه بتاعه العدس الغريب المختلف الترند ده، معلقتين 3 سمنه كبار على معلقه كبيره كده من الثوم. سامعين صوت الطشه؟ حطيت بقى كزبره الناشفه، كانك هتعملي توم بالظبط، كانك هتعملي يعني التوم بتاع الملوخيه، سمنه بلدي وتوم، ولما يلون تروح حاطه الكزبره الناشفه وتطشي بيه، وشمي ودوقي احلى عدس في التاريخ. يا ريت بقى تحمصي شويه عيش كده حلوين. انا برضو جبت حطيت شويه فول ورحت حطاهم على طاسه على النار، واول ما سخنوا معايا بصوا هقول لكم على حاجه، انا هحط حاجات فيها بعد ما اشيلها من على النار، فركزوا معايا. شويه ملح، شويه شطه، شويه كمون، عصره ليمون. وبعد لما تحطيه في الطبق بقى هتحطي عليه يا ست الكل؟ هتكوني مدوبه بره معلقتين من الطحينه في شويه ميه ونقطه خل ومعلقه ليمون، وبعدين ونقطه ملح هتحطيها، وتحطي بقى فلفل اللي كان بقى شويه من عندنا اللي كنا لسه مخرطينه، الفلفل والبصل والطماطم، وشويه زيت كده على الوش. جبت بقى جبنه يا جماعه، ملح خفيف او اي جبنه بتحبوها، خرطتها كروب بالطريقه دي، ورشت عليها شويه زيت، وحطيت حبه البركه، طعمها يجنن. الاكل حلو يا جماعه بطريقه، انا بس رشيت شويه بابريكا مدخنه كده على الوش، انا بحب طعمها يعني. البطاطا المحمره وجمالها وحلاوتها، العدس وجماله، لازم تجربوه ان شاء الله وتقولوا لي رايك. تفطري منه، تتغدي منه، تتعشي منه، عظمه على عظمه على عظمه. مستنيه رايك يا ست الكل. العدس ده يا جماعه تحفه، فطار غدا عشاء وسهل جدا جدا. بسم الله، يجنن يجنن يجنن. دوقي بقى الكلام ده وقولي لي ايه رايك. انت هتاخديه كله. ده ايه يا جماعه، دي مش بتاخد واحده، دي بتاخد 10. طب لما تعجبك مش يمكن ما تعجبكيش. تحفه بجد والله. والله تحفه. البطاطا دي كنت مره في مطعم دقتها قلت والله لا اعملها،
حلوه قوي، ان شاء الله تعجبكم. الاكل يجنن، عايزاكم تشوفوا كل التفاصيل اللي فيه. بحبكم جدا جدا، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. ما تنسونيش في كومنتاتكم الحلوه، واشوفكم الفيديو الجاي يا حلوين. باي باي.